بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأفاضل، حياكم الله بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم رابح الكميتي. الكثير من الأصدقاء يسألونني حول تجربتي مع الأستاذ الكبير حافظ راجي سنة 2013، التربص الذي كان، وكذلك حول التجربة الأخيرة التي كانت في البليدة في صدى الإعلام. يعني درنا تربص في صدى الإعلام بالبليدة، دامت 3 أشهر بحضور كذلك إعلاميين معروفين. التعليق الرياضي هو عالم، التعليق الرياضي هو فن، التعليق الرياضي هو موهبة بالدرجة الأولى. المعلق هو مثل الممثل، المعلق هو مثل الفنان، يعني يستقبل الناس راح يتسمعوا. هو مطالب أن يرضي الجماهير، مطالب كذلك أن يعطي المعلومة الصحيحة، مطالب أن يعطي المعلومة الدقيقة، مطالب أن يعلي في رتم المباراة. يعني كاين بزاف مقاييس وكاين بزاف أبجديات تاع التعليق الرياضي، ولكن الجماهير ليست مطالبة أن تحب المعلق، ولا يوجد معلق أفضل من معلق. يعني كاين فلان معلق فلاني مميز على فلان، كما مثلا كاين الناس، يعني الناس عندها أذواق. كاين اللي يحب يسمع حافظ راجي، كاين اللي يحب يسمع مثلا عصام الشوالي، كاين اللي يحب يسمع واسمه عادل خلو، كاين اللي يحب يسمع مثلا عبد الرؤوف خليف، هكذا. والتعليق الرياضي في السمعي يختلف تماما على التعليق الرياضي في السمع البصري. السمع البصري مثلا راهو المستمع راهو يسمع وراهو يشوف، مثلا النتيجة ما تذكروش بها بزاف باسكو راهو يشوف النتيجة. أنا المرة اللي فاتت مثلا سمعت في إذاعة واحد المعلق تاع الإذاعة واش قال النتيجة ما زالت على حالها. والانسان مثلا اللي يحل الراديو واللي يفتح الراديو واللي يسمع الراديو، يعني في اللحظه هذيك يقول له النتيجه ما زالت على حالها. شحال على حالها؟ هو ماهوش يشوف، راهو يسمع فقط. لذلك كاين واحد الامور كما يقولوا يجب على المعلق ان يستعملها ويركز عليها. بالتوفيق لكل طموح في هذه الجزائر مهما كان مجاله ومهما كان اختصاصه. وان شاء الله نشوفكم دائما ناجحين ودائما متالقين وكل واحد في الضمان ديالو. السلام عليكم خوتي.